ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل اجمل قطايف في الدنيا. اول مرة هتعملي القطايف وتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة. يعني بصي، هتاكلي اجمل قطايف واحلى قطايف مقرمشة وطرية من جوه مفرغة وكل حاجة، كل المواصفات فيها. كل مواصفات القطايف هتلاقيها النهاردة في الفيديو. والطريقة سهلة خالص وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص، والمقادير كلها سهلة وبسيطة وجميلة جدا. وأجمل قطايف هتاكليها النهاردة، يعني عايزة أقولك حرفيا كده اتنسفت بجد. تعالوا نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي. القطايف الجميلة دي هتعمليها في البيت وأوفر وأجمل وأنضف من إن انت تشتريها من بره. يلا نشوف الطريقة ونسمي بالله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة معايا كوبايتين دقيق، معلقتين سميد، معلقة نشا، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين سكر. معلقتين سميد كبار ومعلقتين سكر كبار ومعلقة نشا كبيرة ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح خفيفة. هنزل بالكلام ده كله بقى في الخلاط بتاعنا. كوبايتين مية اهو زي ما انت شايفة، هحط عليهم كوبايتين مية وهنضربهم في الخلاط دقيقتين او 3 دقايق بس. تمام، اقعدي اضربي فيهم كده وقلبيهم بالسباتيولا عشان لو في دقيق متكون ولا حاجة فانت بتقلبيه عشان يتضرب معاكي كويس. هفضيهم كده في حاجة وهعمل كمية تانية نفس المقادير برضو، وهنسيبها لما تتخمر معانا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. تمام كده الكمية بتاعتي اهي، وسبتها لما ملت الشفشق ده معايا خالص. كان شفشق الا ربع، بقى شفشق كامل. قلبيه بقى كده وطلعي منه الهواء بالظبط كده. العجينة بتبقى زي الاستك يا جماعة كده، بتمط معاكي. ان ما مطتش معاكي تعرفي ان هي مش ناجحة. مكونات بسيطة وسهلة خالص. هنجيب الجريل بتاعنا بقى وهنزل بنقطتين زيت وهمسح الجريل، والخطوة دي مش هعملها تاني، هي أول مرة بس. تمام، هنزل بقى كده بالقطايف بتاعتي بالعجينة، أو زي ما انتوا شايفة. عندك بقى كوباية صغيرة تعايري بيها، عندك الكبشة صغيرة بتاعت الحلويات تعايري بيها، حسب الحجم اللي انت عايزاه. والأكل ده أذواق طبعا. أنا عاملاها كبيرة شوية عشان احنا بنحبها كبيرة تملى العين كده، مش نعملها عصافير صغيرة. أنا الأول كنت بحب العصافير بس الوقت بحب الكبيرة، لأنك بتاكليها كده، بتاكلي يعني حاجة كده مشبعة وحاجة تملى العين. فأنت اعمليها بالحجم اللي يريحك. أنا اديتك الطريقة واعمليها بالحجم اللي يعجبك. هنا بقى بتلاقي الحروف كده، العجين استوى اهو زي ما انت شايفة. بتلاقيها استوت كده وعملت اخرام كده، تعرفي ان العجينة ناجحة ومية مية معاكي. اجمل واوفر واحلى من اللي بتشتريها من بره. زي ما انت شايفه كده. هتطلعيها على فوطه بقى نظيفه، ولازم تغطيها وما تحطيهاش على بعضيها. القطايف ما بتتحطش على بعضها يا جماعه الا لما بتبرد معاكي، بعد ما بتكوني طلعتيها على الفوطه وفردتيها بعيد عن بعضها، او زي ما انت شايفه كده، وتغطيها وبعد كده بتلميها على بعضها زي ما هوريكي في الفيديو. هكمل الكميه بقى معاكم ونخلصها كلها ونقول لكم هنعمل ايه تاني. او زي ما انت شايفه كده، دي بقى عملت قلب معايا كده، هي طلعت لوحدها كده، انا ماليش دعوه، انا صبيتها وهي عملت كده. شايفين بقى الجمال؟ قطايف بقى بصي من الاخر، قطايف من الاخر هتاكلي صوابعك وراها. وزي ما قلت لك اوفر وانضف واجمل 100 مره، وريحتها مفحفحه كده، اقسم بالله ريحتها جايبه اخر الشقه من بره، جايين يقولوا لي الريحه جميله يا ماما. شايفين اهو كده فردتها انا. زي ما قلت لكم لازم تفرديها، ما تحطهاش على بعضيها، عشان لو حطيتيها على بعضيها هتعجن منك وتلزق في بعضها، لانها سخنه وعجين فهتلزق على بعضها. لازم تفرديها كده بعيد عن بعضها. وفي الاخر وتغطيها، اهم حاجه ان انت تغطيها. شايفين الطراوه اللي في العجينه؟ حاجه جميله جميله جميله. اهي قطايف بيتي محترمه ونظيفه. الله الله الله، تسلم ايدك يا ام محمد. مفيش تسلم ايدك يا ام محمد. هنا بقى انا لميتها اهو زي ما قلت لكم. ولازم اهم حاجه ان انت تغطي القطايف. وهنا الحشوه بتاعتي بقى بندق ولوز، وفرمتهم في الكبه، وفول سوداني وفرمتهم، وحطيت عليها جوز الهند وزبيب. وطبعا الحشوه اللي تريحك اعمليها. حابه تعمليها بلح، حابه تعمليها زبيب وجوز الهند بس،
اي كريمة الحشوة اللي تعجبك اعمليها. بتتقفل معايا سهل سهل خالص اهي زي ما انتوا شايفين اهو. احشي كده واقفليها، بتتقفل سهلة خالص، ولا بتتفتح منك في الطاسة ولا اي حاجة. جميلة، والعجينة جميلة جدا جدا جدا. لو وصلتي معايا هنا بقى لحد هنا في الفيديو، حطي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وشرفيني. أهلا بكم في قناتي المتواضعة، ولايك وشير بقى وكومنت حلو كده، وما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا، نحط فيها زيت ونسخنه، وننزل بالقطايف الجميلة بتاعتنا ونقلي بقى كده، وشم الريحة بقى، وكلي قطايف مقرمشة كده وجميلة. معلقتين دقيق السميد اللي هتحطيهم هيدوكي قرمشة، والنشا كمان هتديكي قرمشة خطيرة. الطريقة صح ومظبوطة، وزي ما انت شايفة اهو، واللون جميل تحفة يا جماعة، تحفة. وطبعا العسل بتاع الكنافة والقطايف والبسبوسة أنا منزله لكم الفيديو في القناة، لو حابة تشوفي شربات العسل، شربات الكنافة، وشربات القطايف، وشربات البسبوسة. كل حاجة لها شربات يا جماعة. تمام تمام. يعني عندك شربات البسبوسة بيبقى خفيف، شربات القطايف والكنافة بيبقى تقيل شوية، وده اللي أنا عاملاه. شايفين الجمال بقى، والقطايف جميلة ازاي وحلوة ازاي، ما شاء الله. يلا اعمليها بسرعة للأولاد، مش مكلفة خالص، كوبايتين دقيق هيدوكي كمية كبيرة جدا. الله الله الله. بعد ما قليناها بقى رصيها في طبق التقديم، وزينيها بقى بجوز الهند، عندك فستق مبشور، اللي يريحك اعمليه. الله الله الله. اتفضلوا معانا، بألف هنا وشفا اللي أكل، وبألف هنا وشفا اللي هتشوف الوصفة وتقوم تعملها. الله الله الله. شايفين الجمال، شايفين من جوه عامله ازاي، والحشوه خطيره، الحشوه جميله جدا جدا جدا. الله الله الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم عليكم، وتعملوا وتتهنوا في بيوتكم يا رب انتوا واولادكم. ما ننساش بقى الدعاء لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحهم يا الله يا الله يا الله، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش الدعاء. استودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.